يعني هو بيعض اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين، انا ماسكه وهو بيعضه. احمد مجرد ما بتسيبه بيسيب ايدك على طول اهو، مجرد ما بتسيبه بيسيب ايدك على طول. عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة معاكم أحمد شويبسي في مشروع جديد. طبعا بعد ما عملنا المشاريع اللي فاتت وكان آخر مشروع كان طبعا تربية البط، النهارده بنتكلم عن شوية حاجات خطيرة شوية. وطبعا حضراتكم قريتوا العنوان، ومعانا أحمد السكندري مربي الزواحف. طبعا مش كل الزواحف سامة ومش كل التعابين سامة، بس النهارده طبعا دي تجاره زي العصافير وزي الزحالف وزي الحاجات اللي هي بتبقى زينه. وطبعا انا بناشد الناس اللي هي عايزه طبعا تاكل عيش، لان ده يعتبر مشروع من المشاريع. والنهارده احمد السكندري هيورينا انواع التعابين واسعارها بسعر الجمله. طبعا ابو حميد لما احنا جينا اتكلمنا معاه طبعا قالش اي حاجه ان هو يصور معانا ويقول لكم على الاسعار بتاعت التعابين وانواعها. والنهارده الحلقه بتاعتنا عن التعابين مع احمد السكندري. ازيك يا ابو حميد؟ احنا النهارده بقى طمعانين ان انت تورينا انواع التعابين واحجام التعابين، وطبعا توضح ان هي طبعا مش سامه. بالنسبه انا شايف كده تعابين كبيره وتعابين صغيره. مصر عامه فيها 30 نوع من التعابين، في منهم جزء سام وجزء غير سام. التعابين السامه اللي في مصر بنقسم لحاجه اسمها كبرى مشرعه وكبرى بخاخه او الكبرى الباسقه. في 3 انواع من الحيات، حيه مقرنه، حيه بدون قرون، وفي الحيه الثالثه اللي هي الحيه الغريبه، وفي حيه رابعه اسمها حيه صلاح. لكن التعابين اللي احنا طبعا لكن التعابين اللي معانا كلها غير سام. غير سام. في اسود طبعا كده حاجه كده وانت بتتكلم برضه عنها. انا سامع صوت. ده تعبان نصف سام. ايوه اسمه ابو السيور. تعبان نصف سام، سمه بيأثر على فريسته مش على الانسان. سمه ايه؟ بيأثر على الفريسه بتاعته، ربنا وهبه سم عشان يأثر على الفريسه اللي هو بياكلها بس. كأنه مثلا كفاره او طير يأثر عليه. لكن غير كده انسان اي حاجه عضته ما فيهاش اي اذى، يعني حتى السنان بتاعته يعني بص كده السنان بتاعته سنان شبه سلوك السمك. سنانه ما فيهاش اي خطر. يعني انت حتى لو عض بني ادم ولا ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش اي حاجه، حتى هو السم اهو في العض. طبعا احنا بنشوف يا جماعه ان التعابين ديت بتتباع في الاماكن اللي هي تبع الزينه، وطبعا الناس الهواه، ودي تجاره زي اي تجاره، اي مشروع احنا بنعملوه. زي ما حضراتكم شايفين تعبان اهوت، بس انا سامع زي صوت برد كده. الصوت بتاعهم ده الصوت بتاعهم من حس الهواء لما يتنفس بتاعهم بيطلع مخرج معين من مناخيرهم كانه بيبخ يعني. فحيح اسمه فحيح. اسمه ايه؟ فحيح. فحيح. وده الصغير بتاعه، هو نفس النوع بتاعه بس ده الصغير بتاعه. ده الصغير بتاعه. طبعا كل تعبان من دوت بيبقى ليه سعره، بس طبعا بيبقى اقل من بره. اقل من بره. طبعا احمد اسكندر يا جماعه بيبيع الحاجات ديت بجميع انواعها واقل من بره للناس اللي هي التجار والناس اللي هي عايزه طبعا الهوايه اللي عايزه طبعا اي حاجه. طبعا بالنسبه طبعا للتعبان دوت كده يعمل له كام جنيه؟ ده التعبان ابو السيور بيبدا، ابو السيور يعتبر من ارخص التعابين في مصر. انا شايف برضو حاجات اصغر شويه وحاجات اكبر. هو نفس النوع. طلع لنا كده شويه كده نفرج الناس. ده كلهم ابو السيور. في نوع اسمه ابو السيور ملس وابو السيور مخطط. ده المخطط وده الملس. ملس يعني من غير خطوط. من غير خطوط. ده نوع وده نوع. لا الاثنين نفس نوع واحد بس يعتبر كطفره. يعتبر كطفره. ماشي. الابو السيور مثلا بيبدا سعره في الاسواق من اول مثلا 30 جنيه. 30 جنيه اللي هو اللي زي مثلا صغير، مثلا صغير خالص من اول مثلا 30 جنيه اللي هو الصغير دوت. بيوصل لحجم زي ده كده مثلا، بيوصل لحد 150 180. ده السعر اللي بنطلع بيه في السوق عندنا. طبعا انا ثواني كده. طبعا يعني ما نقدرش نحدد عمره ولا نحدد عمره؟ لا ما حدش حدد عمره، بس تقريبا فاهم يعني. مثلا ده لسه صغير، لسه ما بلغش. لسه ما بلغش. لسه صغير. فاهم. ده مثلا حاجه كبيره. طب احنا النهارده طبعا دوت بيعملوا كام مثلا؟ ده مثلا من 180 ل 150 في الرينج ده. طبعا بره بقى؟ لا ده السعر اللي بيتباع بيه.
السعر اللي بيتباع بيه بره. ده جملته ممكن تعمل حدود 100 جنيه. 100 جنيه. بس بيفرق مثلا 80 50. بيظهر مثلا بيفرق مثلا في حجمه، اذا كان تخين رفيع، في بيبقى حاجه اطول من دي مثلا. طبعا المكان اللي بيبيع فيه طبعا اذا كان راقي اذا كان بالظبط، كل واحد على حسب الطبقه اللي هو بيبيع فيها. طبعا اي حد هيتصل بيك يا ابو حميد على مشوار التعبين دوت، حد عنده طبعا محل زواحف يا جماعه، اللي هي طبعا محل العصافير والبغبغانات والاسماك والحاجات دي، ساعات بتبقى فيها مساعده طبعا لاحمد. القاهره كلها محلاتها كده. فاهم قصدي؟ طبعا ما بين دوت وما بين دوت، لكل تعبان ليه سعره. وطبعا يعني ممكن انا شفت مثلا تعبان زي دوت بيعمل مثلا 100 جنيه 100 جنيه في محل مثلا في حته مثلا زي مثلا سان ستيفانو، زي مثلا ميامي، بس مش الحجم ده. مش الحجم ده. يعني مثلا ده مثلا كبيره في المحلات بيبقى عامل 50 جنيه. 50 جنيه، لان جملته بتبقى عامله من اول 25. طبعا بالنسبه لدوت يعني بالنسبه لك انت بتبيعه مثلا باقل بكتير. احنا في السوق عندنا بص اهو كده بيعض. عض ما فيهوش اي خطر. بصوا يا جماعه. طب والله كويس يعني، حلو قوي الحكايه دي. يعني هو بيعض اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين، انا ماسكه وهو بيعضه. مجرد ما بتسيبه بيسيب ايدك على طول. مجرد ما بتسيبه بيسيب ايدك على طول. طبعا مكان العضه ما فيهاش اي حاجه، يا دوب بس نقط صغيره كأنه شوك الشبك بس. طب كويس ان هو عمل كده قدام الناس. زي ما حضراتكم شفتوا كده يا جماعه، النهارده قدمنا ليكم اسعار التعابين في مصر، وطبعا لجميع يوجد لنا شحن طبعا لجميع المحافظات. احمد بيشحن طبعا لغايه اسيوط وقنا وسوهاج والقاهره، اي حته. وكان طبعا سرتنا ان هو من غير سم. وطبعا كان معاكم احمد اسكندر واحمد شوبس كان معاكم يا جماعه. وان شاء الله الحلقه اللي جايه هيقول لنا ازاي بنربي، كيف تربي الثعبان في الحلقه اللي جايه. والنهارده الحلقه ديت علشان خاطر نقول لكم اسعار التعابين بسعر الجمله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو الفيديو عجبكم.